جايه لكم النهارده بحاجه جميله قوي هتعجبكم، وهي سلطه الزبادي. طبعا انا مش جايه اعلمكم، ما تستغربوش من ورق العنب، مش جايه اعلمكم ورق العنب، لا انتوا كمصريين ما شاء الله بتبدعوا في المحشي. انا جايه اقول لكم على سلطه الزبادي. سلطه الزبادي جميله جدا. معانا هنا علبتين زبادي، هنفضيهم في بوله، وهنحط عليهم رشه نعناع. النعناع ده انا زرع عندي ومنشفاه، ورشه كمون، ورشه ملح، رشه ملح خفيفه ما نكترش. وعندي هنا فص توم مبشور، فص توم صغير مبشور، هنزل بيه، وهنزل بمعلقه صغيره خل. دي سلطه الزبادي جميله، ورق العنب ما يحلاش الا بسلطه الزبادي. عندنا ما بنستغناش عن المحشي بسلطه الزبادي بصراحه. وعندي هنا انا ما بجهزها بشيل بوله علشان ببشر فيها واحده خياره، بصفيها من الميه بتاعتها وبقلبها. في عندي بياكلها بالخيار، وفي عندي بياكلها ساده من غير الخيار. البوله الحمرا دي انا بشرب فيها واحده خيار، مصفياها من الميه بتاعتها ومقلباها فيها حلو. انا عن نفسي باكلها بالخيار. وعندي السودا ديتي ساده مفيش فيها حاجه غير المكونات اللي قلتلكوا عليها. جربوها تعجبكم، هي حلوه قوي، جميله كده، بتدي طراوه كده مع ورق العنب. سهله وبسيطه ومفيش فيها اي حاجه خالص. جربوها هتعجبكم، بألف هنا على قلبكم. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك الجميل ودعوه حلوه من قلبكم. هنا جاهزه معاكم اهيتي، وهجربها معاكم وبألف هنا. وشكرا لكم حبايب قلبي على دعمكم الجميل.